كيفكن صبايا؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بألف خير وإنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. هيك اليوم حبيت أبدأ صباحي يعني تغيير عن القهوة، بفنجان كابتشينو، هيك مع قطعة كيك، غير شكل. وهلأ يلا خلونا نبلش بالروتين. بلش هلأ هون عندي طنجرة حطيت فيها مي. بدي اسلق الدجاج لأنه بدي أعمل ملوخية بالدجاج، يعني هي أكلتي المفضلة. حطيت الدجاج، حطيت المي أول ما غلت، حطيت الدجاج بحط لها بصلة، وهلأ بس غلت بشيل الزفرة تبعها. وهلأ أنا الملوخية بحب يعني ضف لها ماجي، وبس، يعني بصل وماجي، ما بحب ضف لها مطيبات، بحب يعني هي لحالها منكهة بالثوم والكزبرة والليمون، ونكهاتها منها وفيها، يعني ما بحب ضيع طعمة الملوخية يعني فيها. هلأ هون عندي ملوخية هيك نقيتهم، وهلأ بدي أغسلهم. هلأ بنقعهم هيك شوي بالمي، و بغسلهم هيك كذا وجه مشان هيك يعني ينضفوا، وهيك بعصرهم برجع بغسلهم على كذا مرة لتصير المي كتير هيك يعني نظيفة، وما يتبقى بس رواسب بقلب الجاط بالسفل. هلأ هون عندي غسلتهم أنا كذا مرة، بس يعني لاختصار الوقت ما صورت. هي آخر مرة عم أغسلهم، عصرتهم هيك كتير منيح، وهلأ بحطهم هيك جنب شي شباك هيك لحتى يتهووا شوي يتنشفوا. شايفين؟ هلأ هن عم يتنشفوا. أنا هلأ بدي، بتعرفوا انتو الملوخية هيك اكسسواراتها كتيرة، يعني بدها كتير شغلات وهيك يعني. هلأ هون بلشت بفرم الكزبرة. أنا يعني أنا بقول اكسسوارات، يعني قصدي شغلات، يعني عرفتوا إنه هيك يعني هي أساسا الملوخية بتحس هيك لوحة فنية يعني. هلأ هون كمان عم نعجز، واللي بيعرفني بفيديوهات القديمة إني أنا بحب يعني زبط كل شيء وقبل ما بلش بالطبخة. جهزت الثوم والليمون والكزبرة والرز والدجاج كمان جهزته. وهلأ هون بدي قلي الدجاج. حطيت شوية زيت نباتي وسمنة حيواني بقري، وهلأ حطيت شوية ثوم وكزبرة يابسة. هلأ حطيت يعني شوية كمية من الملوخية. هلأ بشوحها منيح شي دقيقتين، ما بشوحها كتير عشان ما تلدع تعطي طعمة مرار. هلأ شلت نص الكمية، هلأ عم حط الكمية التانية مشان هيك تتقلى كلياتها. حطيت كمان نفس الشي ثوم وزيت وسمنة وكزبرة يابسة، برجع بقلي الكمية التانية. هلأ بضيف عليهم مرقة الدجاج، حطيت الكميات كلهم مع بعض. يا سلام، أنا الملوخية ما بغطيها. هلأ نقلتها على الغاز الثاني هيك لحتى تستوي وتتشرب من نكهة الدجاج. وهلأ بهالأثناء بما إنه هي عم تستوي الملوخية، أنا عم حضر الرز بالشعرية بيستووا مع بعض. هلأ هون حطيت شوية زيت نباتي وسمنة. هلأ هون بضيف الشعرية، وهيك بضلني عم حركها بشكل مستمر لحتى هيك يصير لونها ذهبي. هلأ بضيف أنا الرز. لكل هلأ حطيت كوبين رز، بحط لكل كوب رز كوبين ماء. هلأ بضيف ملح حسب الرغبة، وبضيف المي اللي قلت لكم عنها. بيطلع معنا الرز غير شكل. هلأ هيك بحركهم شوي ليتجانسوا. هلأ بغطي تحتها، وهيك بتا ما غلو بنوز تحت على الأخير لتستوي. وهون استوت عنا ما شاء الله. شايفين منظر بياخد العقل، هيك كل حبة واختها. هلأ هون كمان عندي أنا الملوخية. ما قلت لكم هيك لوحة فنية بقى. أنا بحب هيك حط لها الكزبرة والثوم على 3 مراحل. المرحلة الأولى وقت قليت الملوخية معها. هلا المرحلة الثانية هلا حطيت شوية زيت نباتي
وحطيت شوية توم وكزبرة خضرة. هلأ بتبلها هيك بقليها لحتى تدبل. وهلأ بس ما دبلت بحط الدجاج فوق منها، والله ما فيني أخبركن هون الروايح، روايح شي يعني لو تشموها بس. هلأ هون استوت الملوخية هاي، بس أنا هيك بحب أتركها شي 5 دقايق لحتى تتنكه. هلأ بضيف المرحلة الثالثة دقيت توم دق بالمدقة، وهيك مع كزبرة كمان، دقيت الكزبرة مع شوية ملح، بتعطيها طعمة رهيبة. جربوها صبايا بهي الطريقة، كتير كتير طيبة. هلأ هون ضفت الليمون، هي خطوة اختيارية يعني، انت إذا بدك تضيفي بدك لا. وهون هيك حبيت أقدمه بهذا الشكل. يا سلام، ما عم قلكن لوحة فنية بذمتكن، لوحة فنية ولا مو لوحة فنية؟ وهيك الاكسسوارات تبعها والقصص يعني جد غير شكل. هلا هون يعني انا الملوخية بلا هذا الصحن هيك يعني بحسها هيك ناقصة شي، فبحب انا هيك يعني ضف لها هالاضافات وهيك لمسات خاصة. هلا هون سكبت صحن لإلي بهذا الشكل. يعني انا لو يصح لي كل يوم اكل ملوخية ما بقول لا، صح بتعب شغلة بس كتير طيبة ولذيذة. هلا هيك ضفت لها انا بصل، بقطع بصل ناعم بحط له سماق، بتطلع طعمته هيك كتير طيبة. طبعا اللي بيحب البصل، وانا من محبين الليمون والحامض بقى بحب هيك زود حامض اكسترا. وهيك مع هيك الكزبرة الخضراء الله، والحر الاحمر، وهذا الحر الهلبينو. يا سلام، انا كتير كتير بحبه هذا الكبيس الهلبينو مع الملوخية. يعني شو بدي لكم عن جد لوحة فنية، كتير كتير طيبة ولذيذة وبتشهي. جربوها بهي الطريقة وما بتندم. هلأ هون عم دوقها غير الشكل مع هيك الهالبينو، روعة روعة. وهون مثل ما بتعرفوني من عادتي أنا بس خلص طبخ هذا روتيني، بحب نظف كل شي. أنا بشيل الروس والمناصب كله بليفه طبعا، هيك بضلني محافظة على نظافة المطبخ أول بأول وما بتراكم علي شي، وبضل هيك عم يلمع لمع. يا سلام يا سلام، هون على النظافة شايفين عم يلمع لمع ما شاء الله. هلا كمان هون للمجلى أنا بحب هيك يعني بليفها بشكل مستمر يعني، بس خلص طبخة كمان هذا من روتيني. إني ليفها وليف هدول الأشياء بضلون جداد وهيك يعني، بضلني ملاحقته أول بأول. يا سلام، ما في أحلى من النظافة. شايفين هاي اسمها الراحة النفسية، أنا هي عندي اسمها الراحة النفسية. يا سلام غير شكل. وهون هيك بس رجع زوجي من الشغل، هيك حبيت أعمل هيك سهرة حلوة وبسيطة، وهيك حبيت فرقعت بشار، وهون عم أعمل المتة، يعني هيك تغيير شكل عن العادة. وهيك حبيت كمان أعطيكم هيك أفكار بسيطة هيك كيف تقدموا للسهرة تستفيدوا منه. وهون فوق البشار كمان حطيت هيك بهار كاتشب. وهلا هون عم القراميش وهدول الطرابيش عم نحطهم بهذا الشكل هيك يعني، هيك شوية أفكار. ما بعرف إذا بيعجبكم هيك شي، اكتبوا لي تحت بالتعليقات أو بتستفيدوا منهم أنتو يعني. هلأ هون هيك عندي شمامة حبيت أقطع بهذا الشكل، وهيك عندي هذا المارشميلو وعودان خشب هيك حبيت كتير انبسطوا فيها الأولاد. وهون مانجو حبيت أقدمها بهذا الشكل، حطيتها بقلب الشمام، عطى نكهة كتير طيبة مع الشمام.
وهون هي سهرتنا البسيطة الحلوة. أعطوني رأيكم فيها صبايا. ولهون بيكون خلص الفيديو تبعنا، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا فيه واستمتعتوا فيه، وإن شاء الله هيك بشوفكم بفيديوهات جديدة وروتينات جديدة. ما تنسوا الاشتراك بالقناة، تحطوا لايك وتكتبوا لي كومنتات حلوة هيك مثلكم، وتعطوني رأيكم بالشي اللي عم قدمه. بحبكم كتير. باي باي.